زمان كانوا بقى الناس خطأ بيقولوا ان هو عيد ميلاد الملك وعيد تتويجه. عيد ميلاد الملك نحن ليس لدينا سجلات المواليد في مصر القديمة عشان نعرف الميلاد باليوم والشهر والسنة، وبالتالي ليست لها علاقة بالمولد وليست لها علاقة بالتتويج، لأن تتويج الملك كان في 18 يونيو. طيب لما نرجع للسنة الفلكية القديمة نلاقي إن السنة بتتكون من 3 فصول، اللي هو الأخت فصل الفيضان، يليه فصل البرت اللي هو فصل الشتاء أو الزراعة، وآخر فصل اللي هو الشموع أو الحصاد. تاني فصل اللي هو برت بقى بيبدأ ب21 أكتوبر. طيب والثالث بيبدأ ب21 فبراير. طب احنا بنقول 22 و22 لأن المعبد زمان في الموقع القديم كان بيبقى يوم 21 الشمس بتخش، و21 الشمس بتخش في الشهر الثاني. انما احنا غيرنا خطوط الطول والعرض ورجعنا المعبد هنا، فتغيرت بالتالي دخول الشمس، تأخرت يوم كامل، فأصبحت 22 و22.